بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مداخلتي في هذا الملتقى المبارك، الملتقى المغاربي الخامس للإرشاد في الحج والعمرة، هو عن مقاصد الحج وأثرها في تغير الفتوى. طبعا هذا الموضوع في الحقيقة هو موضوع دسم ويحتاج إلى نوع من التعمق والمناقشة، وقد دبجته بأن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد ودفع كل ما يضرهم، وأن كل ما شرعه الله تبارك وتعالى منوط بالقدرة والاستطاعة ابتداءً، إلا إذا طرأ على العبد طارئ فيتغير الحكم بخصوصه دون غيره ما لم تعم به البلوى، كما حدث في فترة كورونا ممن جر عنه غلق للمساجد وتعليق لصلاة الجمعة وغيرها من الأحكام الفقهية على وفق فقه الواقع وإعمال المقاصد. أما والأصل أنه إذا طرأ على العبد حالة تمنعه من أداء ما افترضه الله عليه من العبادات فقد خفف الله عنه التكليف بإسقاط بعض الشروط أو الواجبات أو بانتفاء العمل حتى إلى أجل، فأسقط الله عز وجل، هذا من باب التمثيل، فأسقط الله تبارك وتعالى شرط استقبال القبلة والقيام للصلاة والركوع والسجود عن العاجز كل بحسب عجزه، وعن المسافر وعن المريض الصوم وما إلى ذلك مما هو معروف عن سماحة الشريعة ويسرها، وأسقط عن الحاج بعض الأحكام مراعاة لحاله وقدرته، وترك الاجتهاد للمجتهد ليفتي في حدود مراعاة الحال مما تسمح به النصوص الشرعية إعمالا للقواعد الفقهية والمقاصد الشرعية. ومن هذا المنطلق فإن بعض فتاوى الحج مراعاة لظروف الحال والزمان والمكان طرأت عليها تغيرات، ومراعاة لمقصد الشارع فهناك قواعد فقهية كثيرة ونظريات، إن شئتم أن تقولوا نظريات فقهية، منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، أولاً رفع الحرج، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، وغيرها من القواعد التي إذا رجعنا إلى إعمالها في بعض الفتاوى مما لم يسعفه الواقع والمكان والزمان فإن الفتوى تتغير بهذا الاعتبار. وأنتم تعرفون ولا يخفى على كريم علمكم بأن الفتوى في مراعاة حال الناس ومراعاة زمانهم ومكانهم هذا من القواعد التي هي مؤصلة في المذهب المالكي. وإذا أردنا أن نضرب بعض الأمثلة على ما سبق ذكره، فإن المثال الأول والذي ما زال فيه النقاش يدور وما زال فيه النقاش محتدم هو مسألة الإحرام من جدة، من مطار جدة. هل يعتبر هذا المكان مكانا للإحرام ويعطى له ما يسمى بالمحاذاة للميقات؟ هذا على خلاف ذكرته في مداخلتي وهو مكتوب، وذكرت بعض الأدلة التي تجوز الإحرام من جدة باعتباره محاذاة أو باعتبار تغير الحال والمآل على فتوى الإمام مالك في قضية الإحرام في السفينة. هذا مسألة تتناقش إن شاء الله وتطبع وتقرؤونها. المسألة الثانية هي التوسع أو قبلها ترك المبيت في منى لضيق المكان، والتوسع في زمن رمي الجمار، والتسهيل في ارتداء النظارة والخاتم والساعة، والأسورة التي تحدد الأماكن خاصة لكبار السن، والتجوز في لبس الحذاء خاصة لمرضى السكري، ترجيح ما كان مرجوحا من ذي قبل في مسألة الرمي قبل
الزوال بالنسبة لأيام التشريق. فمقاصد الحج على تنوعها وتعددها يمكن لنا أن نعدد بعض المسائل المقصدية العامة دون ذكر المسائل الفقهية كمقصد توحيد العبادة، وقد سبقني في ذلك يوم أمس المشايخ في بيان هذا المقصد، وتعظيم شعائر الله وتربية النفس على مكارم الأخلاق والإكثار من ذكر الله وكسر جبروت النفس والعمل للدنيا كالعمل للآخرة ورفع الحرج عن الحجاج، التشبه بأحوال الآخرة، التعاون والتكافل، المحافظة على البيئة كعدم تقطيع شجرها وترويع حيواناتها. وهذا غيض من فيض في بيان مقاصد الحج الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية والثقافية وإلى غيرها. طيب، الآن السائل يسأل، وهذا استمدته من يوم أمس، ما هي المرجعية الدينية في التعامل في الفتاوى التي تخالف أصل المذهب؟ وهذا سؤال مطروح. الأمر الثاني، هل التوسع في إعمال المقاصد وتحت مداخلة أستاذنا الشيخ بالخير أمس على حديث رفع الحرج مع حديث خذوا عني مناسككم، هذا كذلك سؤال يحتاج إلى مزيد من البسط. ثم الثالث، والذي أنا الآن أسأل من تدخل يوم أمس هذا السؤال لأستفيد منه وليس لتعجيزه ولا لإظهار القوة إن صح التعبير، وهو أنكم تعلمون جميعا دون استثناء أنه ورد في الأخذ في التعلم في الأحكام الشرعية في عبادتين فقط، الأولى هي الصلاة والثانية الحج. فالصلاة قال خذوا عني مناسككم، وأنتم تعلمون جيدا أنه لم يجتهد أحد من الصحابة في مسألة الصلاة، وكلهم أخذ الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا وتقريرا. الثاني هو حديث خذوا عني مناسككم، وهو تعليم واقعي للصحابة، ولكن نرى بأن الصحابة المفهوم من هذا الحديث هو أنك لا تفعل فعلا إلا إذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مقتضى المتابعة هو أنك لا تبدأ في عبادة وأنت تمشي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في الحج ويقول لك خذوا عني مناسككم وأنتم لا تفعلون أي فعل إلا إذا فعلته، هذا هو. لكن نرى بعض الصحابة منهم من ذهب إلى الحلق قبل الرمي، ومنهم من ذهب إلى النحر، ومنهم من ذهب إلى السعي قبل الطواف، ومن ذهب إلى الطواف وجاءوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ماذا فهم الصحابة من خذوا عني مناسككم؟ ماذا فهموا منه؟ سؤال يبقى يحتاج إلى إجابة، لأن إذا قلنا أنهم فهموا بأن لا نفعل فعلا إلا إذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ما فعله الصحابة هنا مجاوز لهذا النص. هذا من حيث الفهم الأول للنص. والفهم الثاني للحديث خذوا عني مناسككم ما هو؟ أنتم ترون في ثنايا الحج أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة، رخص للعباس بن عبد المطلب في عدم المبيت، رخص حتى للضعف بأن يخرجوا بعد منتصف الليل، رخص في الرمي للجمرة العقبة الأولى، مع أنه قال أي بني لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس. ونرى أن هناك ترخيصات أولا ابتداء منه، ونرى هناك ترخيصات لما جاء السؤال فقال افعل ولا حرج. هذه جزئية أردت من المشايخ أن يبحثوا فيها، هل الصحابة خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله خذوا عني مناسككم فذهبوا ففعلوا عبادات لم تكن على وفق خذوا عني مناسككم؟ ولكن في الصلاة لم نسمع ولا صحابي أنه صلى صلاة ثم جاء إلى رسول قال يا رسول الله إني صليت الظهر قبل الزوال، لم يقل له افعل ولم يحدث. ففهموا الصحابة من هذا الحديث شيء وفهموا من هذا الحديث شيء آخر، وهذا الذي يعطي لنا نحن
لما نقول نحن يعني أقصدكم أنتم ابتداء أولا، أنه ينبغي إعادة النظر في الفتاوى التي صدرت عن مشايخنا في الزمن الماضي، مع أنهم راعوا في ذاك الزمن المكان والزمان في حد ذاته. والآن تغير الزمان وتغير، أقول لكم المكان هو المكان، ولكن تغيرت العباد. كان في منى لا تتجاوز الآلاف، فالآن تتجاوز 3 ملايين. كان في الرمي لم يتجاوز الآلاف، والآن يتجاوز الملايين. كان حتى في مسألة رمي جمرة العقبة أو الجمار الثلاث أو المبيت في منى إلى غيرها. ثم أن هناك مسائل وقعت لم تحدث من ذي قبل، وهي الفتوى التي أصدرها صدرت في المملكة العربية السعودية لما احتبس الحجاج في عرفة ولم يخرجوا من عرفة حتى طلعت شمس يوم العيد، ولم يدخلوا مزدلفة أصلا. والاحتباس هذا كان بسبب أمور هم يعلمون الأسباب، ولكن نحن الذي يهمنا هذا الحاج الذي احتبس في عرفة فلم يخرج منها أبدا حتى طلع عليه نهار يوم العيد، ثم قيل له اذهب فارمي الجمرة، وهو لم يبت ولم يدخل مزدلفة ولم يقف فيها، لم يضع الرحال، لم يصلي المغرب ولا العشاء ولم. فتجد أن هذا الحاج يريد منك جوابا: أيها الإمام افتني، ماذا أقول له؟ ماذا سأفتيه؟ وإذا أفتيته فإني أوقع عن رب العالمين. فينبغي أن يكون لي سند وحجة، كما قال الإمام الشافعي، قال: إني إذا وقفت بين يدي ربي إذا سألني عن مسألة لا أجد لها دليلا أقول حجتي في ذلك الإمام مالك. لا ينبغي أن تكون لنا حجة، والحجة وماذا؟ هي في اجتماعنا نحن جميعا. أنتم الآن احنا كمل 2 دقائق، أنا طلبت 2 بتقول لي 1، هذا مشكل. بارك الله فيك. وهي أنكم أنتم إذا اجتمعتم الاجتهاد الفقهي الجماعي وخرجنا بفتوى موحدة، فحجتنا هما أنتم علماؤنا ومشايخنا وسادتنا. فإذا وقفنا أمام يدي ربنا كل من أفتى حاجا في مسألة خالف فيها أصول مشايخ العلماء المالكية السابقين، قال: يا رب إن لي حجة، وهو هذا المجمع الذي وافق على هذه الفتوى. الآن أذهب لكم إلى 3 توصيات. التوصية الأولى وهي وضع دليل للفتوى للاستئناس به لفائدة المرشد الديني للحج، أقول استئناس. الثاني أن يختار المرشد الديني ممن له دراية واسعة بالمناسك وذو خبرة ميدانية، وذلك عن طريق إجراء المسابقة. والثالثة نقترح تأليف كتيب بصيغة السؤال والجواب بأسلوب سهل ومبسط لأهم المسائل الفقهية شائعة الحدوث. والأخير هي زيادة التوعية والإرشاد للمقبلين على أداء مناسك الحج، وتوزيع هذه الكتيبات على جميع الحجاج وإلزاميتهم بتعلمها، إما هم وإما من يعلمهم من الآئمة في المساجد أو ذويهم في بيوتهم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.